السلام عليكم. معلومة لا يعلمها الكثير، والذي يعلمها يمارسها خطأ. لو أنت قادم على شيء يخصك وخايف عليه من العين، كأن يكون مثلا بيتك، حلالك، مالك، فيلتك، ملبسك، مأكلك، مشربك، زوجتك، ابنك، وخايف عليه من العين، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. طب الدليل؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله في سورة الكهف. ودليل الدعاء بالبركة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. طب اللي أنت قادم عليه ده نعمة ما تخصكش، تخص غيرك، داخل لشيء يخص غيرك، داخل عند حديقة غيرك، داخل بيت غيرك، تقول إيه؟ تدعو له بالبركة. بعض الناس لما يشوف حد قادم عليه يقول قول ما شاء الله. لا، ما تقولوش قول ما شاء الله، قول ادعو لي بالبركة، لأن النبي قال لعامر بن ربيعة فليدعو له بالبركة، وفي رواية أخرى قال هلا بركت عليه، ما قالوش قول ما شاء الله. أرجو الرسالة تكون وصلت، أسأل الله يحفظكم.